بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وأنتم طيبين. بمناسبة العيد قعدت معانا أنا شوية. وطلع بس الواحد يتكلم كلمتين كده بخصوص اللي داير في الزمالك واللي بيحصل من مجلس إدارة نادي الزمالك. آه، والتجديدات واللعيبة اللي إحنا معرفناش نجدد معاهم، خروج من الكونفدرالية ومنظر الفريق واللعيبة اللي ما تستحقش الجمهور. نتكلم الأول على زيزو. آه، باختصار يعني عشان بس نحط النقط على الحروف في موضوع مجلس الإدارة. مجلس الإدارة ده ما ينفعش إن الواحد أي حد عاقل وما يلومش مجلس الإدارة يبقى راجل ما بيفهمش. مجلس الإدارة المتسبب الأول والأخير في اللي وصل فيه فريق الكورة كله، مش فريق الكورة بس. يعني احنا لو اتكلمنا على بقية الألعاب وعلى اللي بيحصل في النادي عامة هنبقى محتاجين 500 فيديو يعني، عشان لو شرحنا كل حاجة من الكوارث اللي حصلت من ساعة ما مجلس النصابين اللي ضحكوا علينا مسك النادي. ما فرقش كتير عن الخاين اللي كان قبله. لكن أي حد بيبكي على زيزو أو حاطط يعني ده بيلوم يعني إيه مجلس الإدارة هو السبب بس، يبقى ده برضه مش زملكاوي. آه، أحمد زيزو لعيب خاين لأعلى مستوى، يمكن تخطى مستوى رضا عبد العال. آه، يمكن خط كهربا. لو كهربا يعني برضه إمام عاشور مفيش حد جات له الجرأة إنه يعمل اللي عمله ده، حتى ما كلفش نفسه يطلع 6 شهور في أي فريق بره. ده قرر إنه يبيعك بمحض إرادته من أول ما بقى في فترة الريبة اللي هي من أول يناير. دي نقطة بقى لمجلس الإدارة. أنت بتنافس أقذر منافس في الكون، أقذر رئيس نادي في الكون، النادي الأهلي. ده منافس، وأنت قررت إنك تسيب أهم لعيب عندك وأهم لعيب في الدوري المصري فري ومتوقع وواثق فيه وفي أبوه وفي النادي الأهلي إن هم ما يفوضوهوش وياخدوه منك، وهم معاهم الفلوس، معاهم الإمكانيات، معاهم جميع المغريات اللي تغري أي لعيب، وأنت مجرد فأنت سلمته لهم. أنت خاين، أنت مجلس خاين، زيك زي اللعيب الواطي الخاين اللي اوسخ من لبس التيشيرت نادي الزمالك احمد مصطفى زيزو. هو وابوه اقذر ناس اتعاملنا معاهم في نادي الزمالك. لكن انت بقى مستني ايه؟ يعني انت اول ما عرفت ان هو بيفاوض الاهلي بيفاوض وهو قاعد مع الاهلي، هو انت كنت ليه عشمان انه يجدد معاك؟ واحد قرر ان هو يروح يشوف الاهلي عارض ايه والدنيا ايه، يبقى على افتراض ان هو ما راح، بس مجرد ان هو قاعد مع المنافس بتاعك في ظل الظروف بتاعتك وفي ظل اللي انت كجمهور عملته معاه، فده لعيب سقط من حساباتك نهائي. والكلام ده يندرج تحت كل اللعيبه اللي موجوده في الفريق. يعني من اول لو الونش نفسه لو راح مجال قعد مع الاهلي وكان في تفاوض يغور في داهيه. اي لعيب، كلام كده واضح. فهو وابوه مش كمان قعدوا دول خلصوا كل حاجه مع الاهلي بسبب حجج وهي ان هم اصلا ناويينها. الراجل ده خاين لدرجه ان هو فعلا لما كنت الناس بتقول ان هو بيهرب من ماتشات الاهلي، هرب من ماتشات الاهلي، تعمد الاصابه في ماتش واتنين. في ماتش جاله انفراد اللي رامي ربيعه التحم فيه، ماتش الدوري اللي نزل مكانه متيابه، كان يقدر يروح يحط انفراد ما راحش.
عمل نفسه إنه اتصاب ومعرفش إيه، الماتش اللي بعده غاب عنه بسبب الإصابة، وشوية حجج ما لعبش غير ماتش السوبر ما قدمش أي حاجة، ماتش السوبر المحلي ما قدمش أي حاجة. يمكن بس لما الناس زانت عليه في ماتش الدوري اللي هو 1-1، برضه ما عملش حاجة واو يعني. يمكن الجون اللي بنتاجي دخله الكرة معدية من قدامه، يعني الله أعلم بقى هو ما لحقهاش فعلا، إن هو اتعمد وما لحقهاش، بس هو عمل ماتش ما كانش سيء. هو راجل خيانة على كل المراحل، ومفيش أي سبب إن إحنا نتكلم عنه. لكن مجلس الإدارة هو السبب في الوضع اللي إحنا فيه، إن إحنا بقى المنافس بيلعب بيك، اللعيبة بتاعته بتتريق عليك، الإعلام بتاعه بيتريق عليك، وأنت كجمهور حرفيا أول مرة جمهور الزمالك يبقى لا بيد حيلة، مفيش بيد حيلة، مش عارف يرد. هيرد يقول إيه أو هيدافع بإيه؟ لعيبتك اللي عندك اللي تحت إيدك مش عارف تحميها، صفقات مش عارف تدخل فيها وتاخدها، مفيش إمكانيات. أداء في الملعب وتقفل على الفرق بتاعتك وتاخد بطولات وبتاع، أبيض زيرو. صورة ذهنية وتعامل بشكل احترافي مؤسسي في النادي مفيش. بالعكس انت بقيت ملطشة، شوية إعلاميين زبالة من أول إبراهيم فايق للكلب، الكلاب، شوية كلاب شغالين في الإعلام، يطلعوا يحتفلوا بلعيبة عندك راحت في المنافس، محدش عامل لك اعتبار ولا عامل لك قيمة. وانت المفروض كجمهور انت اللي متحمل ومتصدر المشهد، المتصدر بتاع نفاق لعيبة دخلت لها خناقات، ومجلس إدارة دخلت له خناقات، وصوتك يتقطع في المدرج وحرق الدم وكل ده. مفيش حد حاسس بيك غير، مفيش حد حاسس بيك غير انت. يعني واحد زي الكلب اللي اسمه فيجو ده، احنا بقالنا يعني لو هنتكلم مثلا فنيا، ده اول ما جه كان بعيد عن الملاعب، ابراهيم حسن كان اساسي عليه، بعدين مصطفى فتحي، بعديه اوناجم، كل دول كانوا اساسيين عليه. كنا شايلين له مكان، بنلعبه في خط النص، بنلعبه 8، بنلعبه 6، ابو شمال شويه يمين شويه تحت الفيرود. كان بيقدم مستوى، يعني كان في نفس ليفل كده مصطفى شلبي، غير ان هو بس كان مجهوده كتير ووافر يعني. لغايه ما انفجر مع فريرا، وبسبب خطه اللعب، وبسبب ان هو اشتغل على نفسه كمان بصراحه يعني. بس انت كنت سبب انك عملته. راجل كان نكره، جاي من بلجيكا نكره، ومن البرتغال نكره، ولا هو ولا ابوه حد يعرفهم ولا حالتهم اللابة. ركبته عربيات ووضعه المادي اتحسن مليون مرة. منتخب مصر بقى أساسي في منتخب بيمتلك أهم لعيبة في القارة في الخط الهجومي، بقى من ضمنهم أساسي. كل ده طبعا هو اشتغل على نفسه، ما بنقولش إن هو ما أثرش، بس الزمالك كان سبب رئيسي في اللي هو وصل له. والجمهور اللي كان حائط صد ليه لما كان جمهور الأهلي مسميه بالونة وضربات جزاء وزوم وشتيمة فيه وتريقة عليه وعلى أبوه عشان كل شوية يجدد عقده. اللي طلع يقول لك أصل أنا جمهور شتمني. قال له أنت مش عايز يعني إيه الجمهور شتمني؟ هو أي لعيب يعني على مر العصور كده، أي لعيب مهما كان اسمه وجه فترة تجديد، الجمهور حس إن هو بيلاوع معاه. أنت عايز، وكمان مستواه نازل، أنت عايز الجمهور يطبطب عليك يعني؟ بجد يعني أنت منتظر إيه من الجمهور؟ عايزين نقفل القصة دي، ولا عامة يعني. أنا موضوع الكرة المحلية بجد، الكرة موضوع الزمالك أنا نفسيا وعصبيا الواحد ما بقاش قادر إن هو يتابع الكرة بالطريقة دي. وبعد ما كان الزمالك بيستناه وبيحب 90 دقيقة وبيستنى أخباره، بقى الموضوع متعب وشد أعصاب وحرق الدم.
لكن هما كلمتين كده بس راح طلعت فترة دي. فنصيحة لأي حد، قصة زيزو دي لازم تتقفل وما يتكيش عليه ثواني. وهو مع الأهلي هو مش هيعمل حاجة مع الأهلي جديدة. الأهلي آخر 5 سنين جايب 4 أفريقيا، وراح كأس العالم للأندية 4 مرات ولا 3 مرات، ومنهم مرتين برونزية. مفيش جديد هيتم إضافته يعني. أرقام مش هيجيب الأرقام اللي عملها مع الزمالك مهما حصل، يعني مهما ده داخل في ال 30 سنة. وعادي، ولو ربنا كرمه وأدى وبتاع مفيش مشكلة. طبعا هي شطارة من الأهلي إن هو بيقدر، يعني مش مسألة إن هو بياخد منك لعيب، أهم لعيب عندك، أهم لعيب في مصر. هو بيعلم على مجلس الإدارة بكل الأشكال، بيثبت له إن يعني إن الكلمتين وأكبر طلعة رياضية في مصر، وأنا لو عايز لعيب الأهلي آخده، وإن زيزو من الأصول. الحاجات اللي أنت كلها بتتكلم بيها وأنت ظهرك عريان، جيت دافع على قفاك وعملها وخدها منك. الخطيب شخصية حديثة وشخصية واطية لأبعد درجة ممكن تتخيلها، ولكن هم كلهم لا كلمة ولا عهد زيهم زي اليهود. آه، فأنت إنك تآمن ليه وتسلمه ظهرك، وتسلم لعيبة عندك، ما تأمنلهاش، ما تأمنش نفسك وتأمن موقفك، وتدخلهم فترة الريبة في العقد وهم مش مجددين، فأنت تستاهل كل ده. المجلس ده لازم يستقيل، لازم. والمجلس اللي بعد عن المشهد آخر 3 4 شهور لما المركب ده غرقت منهم لازم يستقيل. اللي جابوا ناس يشيلوا الليلة عنهم والدنيا غرقانة، وحاولوا الناس دي حاولت على قد ما تقدر، بس بعد خراب مالطا زي ما بيقولوا لازم يستقيل. آه، طريقة إدارة ملف زيزو إدارة غلط، لكن هو زيزو كلب وخاين ورمة، ده نقطة مفيش خلاف. زيزو غلط أو ما غلطش الله أعلم، بس لما يعني أنا بحط نفسي مكانه، لما بكون قاعد مع لعيب أنا حاسس ومتأكد وعارف مليون المية إن هو ماضي مع المنافس، أنا المفروض أعمله إزاي؟ المفروض مني أو المفروض إيه اللي يحصل لما يوصل لي إن أنا وأنا مسؤول في الزمالك راجل زملكاوي، إن اللعيب بتاعي وهو راجع في الطيارة بيقول لزمايله أنا الديربي الجاي هسجل فيكوا جوان. إيه اللي المفروض أعمله؟ لما الرمز عندك اللي هو عمال يوهمنا ان هو عايز يبقى اسطوره عندك وعايز يبقى ايكون، وان الارقام بيحاول يجري ورا الارقام، وان هو عايز يعمل تاريخ ما حدش عمله تاني في الزمالك، يجي يقرر ان هو يعمل كده. ايه اللي المفروض ان انا اعامله ازاي يعني؟ او ايه طريقه التعامل مع الشخص الناقص ده يعني؟ اه، خطأ من زمان، مش في إدارة الملف في آخر شهر شهرين. الخطأ ده من أول ما دخلنا يناير وإحنا مش مجددين له، وما دام مش عارف يجدد له ما بعتوش كتير يعني، كتير. أنت بقى كمجلس إدارة لازم ترتقي، والزمالك ما عليه. أنت كقدرة مادية أنت مش هتقدر تنافس، خلاص الجاب بعد جامد جدا فنيا وماديا وكل حاجة بينك وبين الأهلي. وجيت كملت النهارده خسارة كونفدرالية دور 8 من فريق مع مجهول الهوية، مع فرصتك في دوري أبطال أفريقيا السنة الجاية يعني شبه مستحيلة برضو. موضوع ال3 نقط اللي ما اتخصموش من الأهلي، وحتى لو اتخصموا على فكرة هيبقى فرق نقطة، والأهلي مش هيفرط في النقط، لأن يعني الموضوع لو في أفريقيا الأهلي مش هيفرط إن هو ما يخش أفريقيا. إيه البلان؟ مش إنك تروح تجيب لي 2 لعيبة وأسماء، أنت لازم تبني مستقبل. اللي داير النادي ده اللي اسمه ممدوح عباس، اللي هو النسخة الأسوأ من بني آدم برضه محب للنادي، فاكر إن النادي ملك أبوه زيه زي مرتضى، عشان هو اللي معاه الفلوس، هو اللي بيصرف ذل ميتين ابونا، وبيمشي اللعيبه اللي مش على مزاجه، وبيجيب لعيبه على مزاجه. مشى ما عرفش يرجع بن شرقي بمزاجه، راح جاب مشلاك بمزاجه، دبسنا في شويه صفقات رمم عشان يثق شويه ناس ما بتفهمش حاجه، فاكر نفسه هو اللي فاهم. واحد قال لك على محمد صلاح لسه بدري عليه،
والنني هو اللي كويس. قصة منتهية يعني، ده اللي متحكم في نادي الزمالك. بيقول لك انا طمن جمهور الزمالك ان في صفقتين سوبر تعوضنا عن ألم الغد. برضه نفس الفكرة، يعني ايه صفقتين سوبر؟ هو الزمالك مشكلته في صفقتين سوبر؟ مش في ارض صلبة نقف عليها، مش في بلان تتحط، مش في باك يمين على مستوى كويس، باك لعيب ديفندر في مستوى عالي، جناح يمين وجناح شمال ومهاجم تقيل. لعيبه، نص اللعيبه اللي عندك مالهمش لازمه دول تسوقهم وتبيعهم. الناشئين كويس منهم يتصعد وياخد فرصته كامله، اللي مش كويس يتقال له شكرا. ده ابسط حاجه، مش صفقتين سوبر. تعالى يا عم يلا روح هات لي صفقتين سوبر 3 سنين ويروحوا يشتكونا بعديه، يلعب سنه يطلع وحش يروحوا يشتكونا بعديهم. انا بعد 3 سنين دول نلمعهم برضه وبتاع ونهب نلاقيهم عند المنافس. اللعيبه اللي فوضت الاهلي وقعدت مع الاهلي دول يتقال لهم شكرا مع السلامه، روح كمل اتفاقك مع النادي الاهلي، ما تجددلوش، خلي عندك كرامه. اللعيب اللي انت استحملته وهو عنده 2 صليبي كل شويه اصابه في اصابه، اتصاب عندك وما اثرش مجهود، بس لما بعد يرجع كل ده يرجع يتشرط عليك ويقول لك عايز 30 مليون 40 مليون وهو مستواه من سيء لأسوأ، وصرفنا من الماتشات بسببه من تحت راسه، وأداؤه مضحك كمان بيتشرط على النادي. ده يتقال له ويروح يقعد مع المنافس والمنافس حطه بلان بي لو ما جددش للي عنده ياخده. ومع السلامة يا وحش اتفضل. حسام عبد المجيد هيعدي العقد ويجدد أهلا وسهلا، مش هيعدي العقد برضه في داهية. أي لعيب مهما كان اسمه خلاص دي فرصتك دوس، دي فرصتك دوس. ومش المجلس ده على فكرة، هو زي كده كده خلاص ده مفيش منه راجع، أنا بتكلم اللي هيجي بعديهم دول لازم يمشوا. بكلم الناس اللي هتسوق بعد الناس دي، دوس بقى خلاص، ما هو اللي عندك واللي حيلتك مش. يعني انت مثلا ده اللي كنت بتخش بيه الخناقه، يعني مثلا شيكابالا في 2009 لغايه 2012 2011 كان هو اللي شايل بيخش يلعب منتخب مصر لوحده، والاهلي بقى كان هو فريد شوقي وما كانش فيه، لازم محمود المليجي يتضرب. هم بقى دلوقتي مش عايزين محمود المليجي كمان، هم عايزين، مش عايزين حد، هم عايزين بس احنا بس وخلاص. فانت بقى دي فرصتك تنظف اي حد. انا مش طايق اشوف حد بيفكر في مصلحته ان هو يروح للمنافس. طبيعي انك تفكر في مصلحتك، بس لازم تبقى فاكر ان طول ما انت في النادي ده انك ما تروحش للمنافس، انك تشتري الجمهور اللي بيرفعكم واللي بيخليكم في مكانك، ما تحلموش تبقوا في ربعها. خروج النهارده من الكونفدراليه نتيجه منطقيه للعبث اللي بيحصل، لان ربنا ما يرضاش ان فريق بيجتهد وبيتمرن ولاعيبه مركزه في الملعب بس ايا كان مستواهم الفني ايه، يتغلبوا من شويه لعيبه نازله تهرج ونازلين يفكروا زميلهم راح المنافس زعلانين ان زميلهم بيتشتم، واللي زعلان عليه يغور في داهيه معاه عادي. ومستنيين يشوفوا هيروحوا فين، لان خلاص المركب بتغرق. لازم يفكروا في الملعب تماما، دول لو لعيبه عندها دم وحاطه في دماغها الجمهور اللي جاي ومالي الاستاد في ظل الظروف وفي ظل اعتراف الجمهور كله ان الاستاد بتاعنا ضعيف، وان هم بيدعموا شويه لعيبه اضعف من ان هم يلبسوا التيشيرت، بس قدرهم ان هم خلاص بيلعبوا باسم مدينه، خلاص اضطرينا نشجعهم. ومفيش اي احساس ولا تقدير للمسؤوليه من كل ال 11 اللي كانوا موجودين النهارده الا واحد او اتنين. دي نتيجه منطقيه جدا، الخروج ده اقل واجب. وبدايه الموسم الصفر يعني، اللي هي طبعا الدوري احنا بعيد جدا، نهائي الكاس قدام بيراميدز، احنا ندوس اي حد بجمهورنا ولو في رجاله في الملعب، لكن للاسف مفيش. ده زائد الاداره الفنيه، يعني انا احنا خربانه من كله.
بيسيرو ده أنا معرفش واخد اسمه وصيت وجهاز فني أجنبي كامل، يمكن هو الوحيد المدرب الأجنبي اللي جايب جهازه بالكامل عشان نشوف لعيبة واقعة بدنيا واقعين فنيا، مفيش خطط مفيش جملة، كل حاجة عك بصراحة، كل حاجة تقرف. الكلمتين دول المجلس ده يستقيل وزيزو في داهية، والواحد خلاص هيعتزل كده كورة محلية فترة طويلة لحد ما يبقى في حاجة تستاهل إن الواحد يرجع، لأن الواحد صحته ونفسيته فعلا ما تستحملش إنه يتابع أخبار الزمالك في الوضع الحالي ده. آه، دي أنا هتابع بس من بعيد، يعني مش هقدر أكون مركز قوي، مش هقدر أتابع بتركيز قوي. طبعا يعني البقاء لله. المشجع المتوفى في أسير بعد الماتش بسبب الخسارة، ربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ويغفر له يا رب، يسكنه في سيح جناته. وألف سلامة على المشجع اللي تعب في المدرج والطاقم الطبي اللي حقه. هو ده اللي أنا بقوله. الموضوع ده فعلا مش خلاص عدى من مرحلة حب وعشق وترفيه وننسى همومنا في الزمالك، إن الموضوع بقى نكد وضغط أكتر وقلة قيمة وشدة أعصاب وكل حاجة بسبب مجلس إدارة متخاذل خاين ومشيكوا من العبر ولعيبة أقل ما يتقال عليهم إن هم زبالة، وكان غلطة سودة إن واحد زي زيزو ده هو وأبوه كانوا في يوم من الأيام في نادي الزمالك. إنما زبالة التاريخ كالعادة لأي حد قرر إن هو يبيع، ومجلس الإدارة برضه نفس الكلام في زبالة التاريخ، ويا ريت يقدم استقالته كله. يعني أنا معرفش هم مستنيين إيه بصراحة. آه، عامة دول كانوا كلمتين كده، وإن شاء الله أشوفكم على خير قريب بإذن الله. يعني الواحد كنت أنا بطلع أتكلم، يعني ما أعتقدش إن أنا هطلع أتكلم تاني قريب خالص. أشوفكم على خير. بس.